السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ كيف انكم؟ اليوم جينا نعمل واحد العصير ساهل متناول الجميع ان شاء الله. الكاسرونه ديالي عملت واحد نص لتر د الحليب. غادي نعمل واحد الفران. انا لقيت عندي هذا د الموز، غادي نعملو هذا الكبير، وانتم الا بغيتو تعملوا ديك التشينه، بغيتو تعملوا ديك الصغير، غير هذا ما غنزيدلوش دابا السكر حتى نسالي العصير ديالي ونشوف شحال السكر خصني. اما الصغير غتعملوا واحد 3 المغارب السكر. غادي نحركو كالعاده، نعملو في البوطه ديالي تيعقد لي كالعاده، وغادي نخويه في الزلافه ونعملو في النيفيره حتى يجمد ليا ونطلقو نكملو الكميه. هو بعد ما غلا ليا غادي نخويه في الزلافه، غادي نخليه يبرد تماما تيجمد ليا. عندي هنا واحد الحمضه حكيتها غير ديك القشره الصفراء، دابا غادي نقشرها نزولها البيض كامل والعطومه، نقطعها وغادي نزيدها مع الفران ديالي. نخلي حتى الطريب ديال داك القشر البيضاء باش ما تديرلناش المروريه. هي ديك القشره الحامض والحامضه اللي قطعتها غادي نزيد عليهم واحد نص كاس ديال السكر، غادي نخلطهم. بعد ما خلطتوها طلق ليا الماء، دابا غنشبر الطحين ديالي غادي نخويه فيه. غادي نزيد ديك الفران اللي برد ليا، جمد، غادي نزيدو غادي نزيد قيس د الماء، غادي نطحن كلشي ونطلقو. وهذا العصير ديالي اللي طحناه، نتمنى تجربوه ويعجبكم. وفرصه اخرى حبيبي.